سافر لبلد تانية بعيدة محدش يعرفه فيها، كان راجل اللي مراته اتجوزت غيره ورثوه أهله وهو عايش. خالد ساب وراه ماضيه مدفون. اكتشف إن أسوأ حاجة ممكن تحصل للواحد مش إنه يموت، لأ، إنه يعيش ويلاقي حياته كلها اتمسحت وما بقاش قادر يرجعها تاني. دي قصة خالد، الراجل اللي الأرض بلعته سنين وبعدين القدر رماهولنا تاني، فلقى نفسه غريب في وسط أهله. أنا اللي هحكي لكم القصة دي. أنا صاحبه، أو زي ما بيقولوا كده صاحب عمره، اللي شفت بعيني كل مرحلة في الوجع ده، من أول الفرحة لغاية الصدمة. خالد كان راجل ابن حلال، طيب ومتحمس، بس راسه ناشفة قوي. كان متجوز أميرة، ست طيبة ورقيقة، كان قلبها متعلق بيه زي الظل. خالد ما كانش فقير، بس كان طموحه أكبر من البلد. جات له فرصة شغل في بلد اسمها سيلان، بلد كده بعيدة وجبلية وشغلها صعب قوي، بس مرتبها 3 أضعاف. هيعملوا بيها مستقبل محترم في 3 سنين بالكتير. في شتاء 2017 قبل ما الطيارة ما تطير، خالد خد أميرة في حضنه وضمها جامد وقال لها 3 سنين بس يا روحي، يا دوب 3 سنين نأسس بيهم بيتنا، هكلمك كل يوم وهرجع لك ومعايا الدنيا كلها. وسافر خالد. ال6 شهور الأولانيين الكلام كان ماشي زي المسطرة. تليفونه كان مظبوط بالدقيقة كل يوم بالليل، صوته بيطمن، بيوصف لأميرة جمال الجبال ومرمطة الشغل. كان بيبعت لها فلوس أول بأول، وبيأكد لها إن البعد ده مش مؤثر على حبه تماما. أميرة كانت عايشة على التليفون ده، وأهل خالد كانوا مطمنين، ابنهم بيشتغل وراجل واعد. وجه اليوم اللي الدنيا فيه اتقلبت. أول صيف 2018 كان يوم جمعة. أميرة استنت لحد نص الليل بس التليفون مرنش. قالت لنفسها أكيد الشبكة وحشة في الحتة اللي هو شغال فيها، بتحصل يعني. تاني يوم استنت، أهل خالد استنوا بس مفيش. بدأ القلق ياكل فيهم. تالت يوم، رابع يوم، القلق قلب على رعب. اتصلت بالشركة اللي هو شغال فيها، رد عليها موظف آسيوي الإنجليزي بتاعه مكسر. خالد مشي من الموقع بقاله 2 أسبوع. قال إنه مسافر في شغل تبع الشركة جوه البلد ومرجعش تاني. الصدمة نزلت على العيلة زي الصاعقة. ازاي خالد يمشي من غير ما يقول لأميرة؟ طب ليه ما بعتش رسالة؟ وبدأت رحلة البحث. أهل خالد باعوا حتة أرض عشان أبوه يسافر له، وراح الأب وزار الموقع. العمال كلهم وكل الموظفين اللي معاه في الشغل قالوا ركب عربية تبع الشركة وراح مع السواق على منطقة في الحدود عشان يستلم شغل جديد. وعند المنطقة دي الأثر وقف، العربية والسواق رجعوا، لكن خالد لأ. السواق قال إنه سابه مع ناس تانية، ركب عربية دفع رباعي بس مش بتاعتنا. هنا الشك بدأ يتحول ليقين. خالد ما اختفاش بمزاجه، ده في حاجة كبيرة حصلت. العيلة فضلت تحارب وتدور، السفارة تدخلت، عملوا بلاغات كتير في منظمات حقوقية، بس المنطقة اللي خالد اختفى فيها دي حتة مقطوعة مفيهاش قانون، كلها صراعات وعصابات مسلحة. وعدت سنة وأميرة بقت خيال ماشي على الأرض، عايشة على الذكرى.
كل خبطة على الباب وكل رن التليفون كانت بترجعها للحظة أمل كدابة. 2 عدوا، الشمعة بدأت تطفي في قلب أبوه وأمه. بدأوا يتقبلوا فكرة إنه مات في حادثة أو اتخطف أو يمكن اتقتل في خناقة. بس أميرة فضلت رافضة، لكن الواقع كان أقوى. أميرة ما كانتش صغيرة وحياتها وقفت تماما. الناس بدأت تتكلم، هي هتفضل مستنية لحد امتى؟ بعد 4 سنين من الغياب، وبالتحديد سنة 2021، أهل خالد اضطروا إنهم يطلبوا من المحكمة حكم اعتبار إنه مفقود عشان يرتبوا أملاكه. الحكم ده ما قالش إنه مات، بس سمح إن الحياة اللي متعلقة بيه ترجع تمشي. في اللحظة دي خالد ما بقاش غايب، بقى ميت قانونا. أميرة واجهت أصعب قرار. روحها كانت مع خالد بس سنها بيجري. اتقدم لها واحد ابن ناس اسمه عمر، راجل فاضل وبيحترم قصة خالد، وعدها بحياة مستقرة وهادية من غير ما يمسح ذكرى اللي فات. أميرة اتطلقت رسمي من خالد بحكم الغياب، واتجوزت عمر بعد ما عدت شهور العدة. اتجوزت بس ما نسيتش، شالت صورته في صندوق في الدولاب وحفظته في حتة في قلبها. أما أهل خالد فاضطروا يقسموا ورثه اللي ما كانش كتير. باعوا شقته ورصيده في البنك اتصفر. العالم كله مسح خالد خطوة خطوة، لدرجة انه ما بقاش موجود غير في الذاكرة. 5 سنين كمان عدوا. أميرة وعمر عايشين في هدوء، وأهل خالد كبروا في السن وما بقوش يتكلموا عن ابنهم اللي هيرجع. وفي يوم خريفي بارد كنت قاعد في شغلي والتليفون رن. صوت أبو خالد كان بيترعش، مش من الكبر، لأ، من الصدمة. تعالى يا حبيبي، خالد رجع. جريت زي المجنون، لقيت الراجل العجوز قاعد على الكنبة وعينه مزغللة بتبص في ركن الأوضة. في الركن كان واقف راجل ناحل بدقن كبيرة ومنكوشة وعينه زايغة، شكله أكبر من خالد بتاع زمان ب20 سنة. ده خالد رجع بجسمه لكن روحه كانت متكسرة. حضنته، حسيت بعضمه تحت ايدي. كائن غريب جاي من عالم تاني. لما خالد استرد نفسه وعرف يتكلم، حكى القصة اللي توجع القلب. خالد ما راحش الحدود عشان شغل عادي، لأ، هو شاف بعينه بالصدفة عملية تهريب ضخمة لحاجة مهمة، مخدرات أو آثار تبع ناس تقال في المنطقة دي. خلاه خطر عليهم. مسكوه مش كشاهد، لأ، مسكوه كمتآمر واقتدوه لسجن سري في منطقة جبلية ما فيهاش ولا ورق ولا قانون دولي. قضى 8 سنين كاملة محبوس في زنزانة ضيقة، ما بيشوفش شمس، بيتعذب، ومتهمينه بالتجسس عشان يداروا على جريمة خطفه الأصلية. وقال خالد بصوت أجش: كنت عايش على ذكر أميرة، بس كنت بعد الدقايق واحلف إني أول ما أخرج هرجع لها. كنت فاكر إنها مستنياني زي ما وعدتني. خروجه كان مفاجئ زي اختفائه بالظبط. بعد ما حصل قلب نظام حكم، رموا شوية سجنة مش مهمين في الصحراء من غير محاكمة أو تفسير. خالد لقى نفسه معاه ورق هويته القديم، ويدوب
قدر يجيب تذكرة أتوبيس بالعافية وصلته لأقرب مدينة فيها السفارة، ورجع لدنيا اكتشف إنها ما بقتش دنيته. اللقاء بين خالد وأميرة كان جحيم صامت. خالد صمم يشوفها، وأميرة راحت مع جوزها عمر. خالد دخل الأوضة، كان مستني حضن، بكى، فرحة. لقى ست مبتسمة بهدوء، متحصرة بين اللي فات واللي بيحصل دلوقتي. خالد وقع على ركبته بيعيط لأول مرة من سنين. أميرة، أنا رجعت، الكابوس ده خلص خلاص، ردت أميرة وعينيها كلها دموع، بس صوتها كان ثابت. الحمد لله على سلامتك يا خالد، نورت. ما قدرش يقول لها ليه ما استنتنيش، عشان نظرة أميرة ونظرة عمر اللي واقف بهدوء وراها كانت بتحكي قساوة الواقع. فينك؟ فين بيتنا؟ أبوه وأمه وأنا معاهم. حكينا له القصة كاملة، سنين البحث وحكم المحكمة والحياة اللي لازم تمشي وجواز أميرة من عمر. ساعتها خالد أدرك إنه ما بقاش الزوج، بقى طيف رجع يزور عزاه. مصير خالد بعد الرجوع كان مصير محزن. خالد خسر أميرة. أميرة قالت له بصراحة إنها بتحبه كجزء من ماضيها الجميل، لكنها ما بقتش تقدر ترجع له. هي بنت حياة جديدة خلاص، على أساس إن خالد عمره ما هيرجع. رجوعه ما يلغيش جوازها اللي تم شرعا وقانونا. رجع خالد عشان يلاقي إن كل فلوسه وأملاكه اتقسمت كورث شرعي. احتاج سنين من المحاكم عشان يثبت إنه حي ويسترد حقوقه في حياة كانت كلها بتاعته. بقى بيحارب عشان يرجع ده. الراجل اللي غاب 8 سنين في سجن سري رجع تعبان نفسيا، مليان كوابيس، مبقاش عارف يعمل ايه ولا يشتغل ايه. بقى غريب في وسط اهله وبلده. كل الناس بتبص عليه كقصة عجيبة. ما قدرش يستحمل يعيش في بلد بتفكره بكل اللي خسره. قعد شوية في شقة صغيرة واشتغل شغلانة بسيطة، وفي الآخر خد قرار تاني. طلب من أميرة وعمر إنهم يكملوا حياتهم بفرحة، ووعد أهله إنه هيفضل قريب منهم. وبعدين لم هدومه تاني، بس المرة دي مش مسافر عشان الفلوس، مسافر عشان يدور على سلام ما لقاهوش في بلده القديمة. سافر لبلد تانية بعيدة محدش يعرفه فيها كالراجل اللي مراته اتجوزت غيره ورثوه أهله وهو عايش. خالد ساب وراه ماضيه المدفون. اكتشف إن أسوأ حاجة ممكن تحصل للواحد مش إنه يموت، لأ، إنه يعيش ويلاقي حياته كلها اتمسحت وما بقاش قادر يرجعها تاني. وعاش خالد بطل القصة الموجوع غريب طول عمره، شايل حمل السنين اللي ضاعت. دليل على إن الزمن ما بيستناش حد ولا بيحن حتى على قصص الرجوع اللي تكسر القلب.